ازيكم يا اللي ما فيش زيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في البيتزا الجميله اللي قدامنا دي؟ كانت طالعه تحفه بصراحه، عملتها بطريقه حلوه بطريقه سهله، والعجينه كانت جميله جدا، هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف الطريقه. معانا كيلو دقيق، كيلو دقيق دوت بقى ب20 جنيه، خلاص رسمي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكمان كيس خميره فوريه، وكمان معلقه سكر عليها وحبه ميه، ونقلبها ونسيبها على جنب. معايا كوبايه الا ربع زيت زيتون، وحطينا رشه ملح، يعني ربع معلقه ملح على الدقيق. وهنحط كوبايه الا ربع الزيت على الدقيق، وكمان علبة زبادي كبيرة ام 5 جنيه، دي ما بقتش ب5 بقت ب8. كمان الخميرة البيرة، الخميرة الفورية فارت، فحطيناها وشغلنا العجين. زودنا معانا المية واحدة واحدة لغاية لما خدت معايا 3 كوبايات مية. كيلو دي خد معايا 3 كوبايات مية. مية بتبقى دافية، يعني ما بتبقاش ساقعة ولا بتبقى سخنه. طبعا كده العجينه لسه ما ظبطتش عشان بتقطع معايا. اول ما تبتدي ما تقطعش معايا وانا بشدها، يبقى كده العجينه بقت كويسه جدا. اسيبها تخمر بقى على جنب، وتبقى العجينه ملزقه شويه. اسيبها تخمر بقى على جنب، وبعد ما تخمر جبناها بقت بالشكل ده. دهنا ايدينا زيت عشان العجينه بتلزق زي ما انتم شايفينها كده. بصوا ما شاء الله، عامله زي خيوط العنكبوت ازاي. فنجة بنجيبها بقى كده وهي بتلزق، لازم تبقى العجينه بتلزق، بتبقى ناجحه وبتبقى تحفه، تطلع كده هشه. وباخد كل حته اللي انا مقدار الصينيه واحطها في الصينيه بتاعتها، الفها كده لغايه لما ابططها واخليها تبقى قد الصينيه بحالها. لو العجينه بتلم منك سيبيها شويه ترتاح يعني. بعد كده عملت طبعا الصلصه اللي انتوا عارفينها، الصلصه عليها توم عليها زعتر، ونخليها تتسبك، وبعد كده نحطها على الوش العجينه. وبعدين احط جبنه الموتزاريلا على جبنه شيدر على جبنه رومي، توليفه كده. وبعدين كنت عامله فراخ عليها بالبصل كده والفلفل الالوان، شوحتها مع بعض، حطيتها في الحشوه. بعدين حطيت فلفل رومي وحطيت زيتون، وعلى الوش الجبنه زي ما انت عايزه بالمقدار اللي انت عايزاه بس. وبندخلها بقى الفرن على درجه حراره، بندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد 10 دقايق في الصاج اللي من تحت. وبعد كده برفعها في الشواية بتاع 5 دقايق، تطلع بتبقى تحفة كده زي ما انت شايفاه. طبعا انا كنت مبسوطة جدا ان انا قدمت لك فيديو حلو، يا رب يعجبك وينال اعجابك ويكون فادك. تنسوش اللايك والاكسبلور، اكون لكم ممتنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الف هنا وشفا مقدما.